المؤامرة اللي حصلت في 2020. ايه المؤامرة؟ أنا في السنة دي واخد جايزة أحسن رئيس نادي من كل المواقع، يعني أهرام وجمهورية وأخبار ووفد وكله وفيتو وكله. واخد أحسن رئيس. دي كانت السنة الرابعة التوالي اللي باخد فيها أحسن رئيس نادي. في نفس الوقت أنا أفضل رئيس نادي في التاريخ دخل السجن. تقول لي رئيس نادي دخل السجن كل المرات دي. سيبوكم من المرة لما كنت طالب في إسرائيل مظاهرات، لكن بقول لي بعض الأهلاوية بلاش معايرة بالعزل والسجن، وإن الخطيب هو اللي حبسني. أقسم بالله ما الخطيب اللي حبسني، وبعد ما نخلص كله هيطلع تليفوناته بره وهوريكم مين حبسني عشان تتحملوا المسؤوليه. لو حد طلع قال مين، انتوا بقى تحملوا المسؤوليه. الخطيب يا ابني ما حبسنيش ولا يقدر يحبس قطه. قصه اكبر من الخطيب بكتير. فانا بقول له بلاش، اصل انا النهارده هقول لكم القصه ايه وجايه منين، وانا احترامي للقضاء وللنيابه العامه ملوش حدود وما بتكلمش. انما لو زادت المعايره هطلع اتكلم ومعايا المستندات ومعايا التسجيلات، بس هتحصل مصيبه.